مساء الخير عليكم، فيديو جديد من نويبع. النهارده هنروح محمية راس شطان اللي احنا بنقولها راس شيطان مع الوقت ومع الزمن عشان الكلمة تبقى بسيطة، لان شطان تقيلة فبقت شيطان، بس هي ده سبب التسمية مش اكتر. وبعدين هنروح نرجع بقى الكامب، نتعشى ونطلع على دهب ناكل ايس كريم ونتسوق. فيلا بينا على طول نبتدي الفيديو. اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك وينورني ويفعل الجرس، ويلا بينا نبتدي. واحنا داخلين كنت رايحه اقعد في الشاطئ الخاص بتاع مون ايلاند. ده الكامب حلو قوي، انا عجبني الستايل بتاعه. الحقيقه هو اغلى من بقيه الكامبات في المنطقه ديت يعني، وطبيعه الكامبات في نويبع ما هياش غاليه يعني، ده يعتبر من يتصنف غالي شويه عن الباقي، ولكنه جميل الحقيقه، عجبني جدا فحبيت اصوره لكم. هم ليهم صفحه تقدروا تخشوا تسالوهم على الاسعار وتعرفوا كل حاجه لو عايزين تروحوا تقعدوا في كامب في راس شيطان نفسه مش في نويبع. راس شيطان هي محميه جميله جدا تحت الارض، تحت الميه احلى بكتير قوي من فوق الميه. فاللي ملوش في السنوركل والغطس هيستمتع بس بالقعده، لكن اللي ليه بقى في السنوركل والغطس والحاجات دي هيشوف جمال رهيب يعني يجنن. واللي ما بيعرفش في هناك غطاسين يساعدوك ان كنتوا تنزلوا، وفي لايف جاكيت وفي نظارات هبقى اقول لكم دلوقتي. ولكن المكان يجنن. شايفين زي ما انتم شايفين كده القعدات نفسها بعيده عن بعضها. الاسعار هناك مش غاليه يعني شاي وقهوه عشرينات وحاجات كده يعني، فالقعده تحفه زي ما انتم شايفين. المنظر رهيب، الميه رهيبه، بس لازم تكون سنوركل او غطس، غير كده هي مش بتاعت عوم عادي الحقيقه يعني. هدوء واسترخاء وجمال يجنن. بصوا السماء اصلا عامله ازاي، هي لوحه اكني انا بفرجكم على لوحه حيه فعلا يعني. تجربه من احلى التجارب، ويمكن اكتر مكان اتجرأت ان انا اخش فيه هو كان راس شيطان، من الجمال اللي فيه. تحفه تحت الميه، حلو قوي 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 قوي، لدرجه ان هو المكان اللي شجعني ان انا هاخد تجربه الدايفنج. ده مركز غطس جوه في المكان. كابتن محمود ميرسي قوي على اللي انت عملته معايا يومها، حقيقي ساعدني كتير، وهو اهل للثقه. وخلي بالكم الثقه دي انا عرفته يومها، بس الثقه في وسط الميه مطلوبه، فده حد كان ثقه جدا بالنسبه لي، وهو اللي خلاني افكر فعلا في ان انا اغطس. وهغطس، ويوم ما هغطس معاه هو. وزي ما انتم شايفين المنظر عامل ازاي يجنن يعني، مش محتاج كلام الحقيقه. نطلع بقى على الكامب نريح شويه، وبعدين نطلع على دهب نتسوق وناكل ايس كريم. ودي من مميزات نويبع الحقيقه، ان انتوا تقدروا تروحوا اماكن كتيره جدا في خط جنوب سيناء، منها يعني بينها وبين دهب ساعه، بين نويبع وطابه ساعه الا ربع تقريبا، احنا خدناها في ساعه الا ربع، فيعني حلو قوي. ممكن تقعدوا هناك وتتنقلوا بينها وبين شرم ساعتين، فيعني الحياه لطيفه جدا. ونويبع رخيصه في الاقامه وفي الاكل وكله، فممكن تقعدوا فيها وتتنقلوا في اكتر من مكان. دهب اللي بيروح مره لازم يروح مره واثنين وثلاثه وعشرة، وكل مره ليها سحرها الخاص وليه جوها الخاص. الحقيقه ان انا لما رحت، طبعا ده كان اخر شهر 10، كان الجو لطيف بقى قوي قوي اكتر ما كنت في شهر 9 طبعا، وكانت الدنيا رايقه وعرفت اصور لكم اكتر. فقلت يلا بقى نصور كمان حته كده من الممشى والسوق، لاني المره اللي فاتت انا كنتش عارفه من كتر الناس اصور الحاجه، كنت يعني محرجه جدا ان انا
يعني مش معقوله هطلع كل الناس دي كلها كده جايه بتبقى في وشي، فما بقدرش. ده حاجات هاند ميد سعرها حلو قوي وكانت حلوه قوي. وبالنسبه للاسعار عايزه اقول لكم الحاجات اللي انا كنت مشترياها في شهر 9 لما رحت بقى في شهر 10 كانت رخصت كمان. لانه خلاص بقى يعني احنا ماشيين بالعكس. هو سيزون دهب وجنوب سيناء عموما بيبتدي من 10 لغايه 5، لكن الحقيقه احنا في مصر مش عارفه ليه بنتك عليهم قوي في 7 وفي 8 وفي 9. فبيتشقلب الحال وبتتشقلب مع الاسعار كمان. فلما رحت حتى الحاجه اللي انا كنت مشتريها لقيتها باسعار كويسه جدا وارخص كمان، والدنيا كانت رايقه بقى وعارفه اتفرج براحتي بقى واتمشى براحتي تمام يعني. ده كان رسام قاعد حاجته جميله جدا الحقيقه، فحبيت ان انا اصورها لكم. طبعا ده كوبري الخشب اللي مشهور جدا واللي كان عليه صور انا نزلتها على الانستجرام. بس زي ما انتم شايفين كده الدنيا ضلمه طبعا مش شايفين حاجه، ولكن فعلا ليه متعه رهيبه الممشى. معرفش ليه يعني، هي دهب فيها سر ايه هو انا مش عارفه الحقيقه، بس هي بتخطفك كده ولازم تروحوا مره واثنين وثلاثه. يعني انا شاكه في نفسي ان انا ممكن الشهر الجاي برضو اروح دهب. قعدت بقى كمان كلت الايس كريم من الشباب دول بيعملوا ايس كريم حلو قوي، ده بالكولا كان طعمه حلو على فكره جدا عجبني يعني. جربوه لو رحتوا مش هتخسروا صدقوني ومش هتندموا يعني. وكملت التسوق بتاعي واشتريت كل الحاجات اللي انا عايزاها. ونسبة دهب ونويبع عرفت معلومة مهمة جدا ولازم تعرفوها علشان اللي هينزل مثلا نويبع وعايز يعمل بروجرام لازم يعرف القصة دي. فاكرين الفيديو بتاع الجمل محمود؟ في الفيديو ده احنا كنا رايحين ابو جالوم والبلو لاجون بالجمل مش باللانش اللي هو بيبقى عكس الطيار. المعلومه بقى اللي انا عرفتها وكانت يعني الحقيقه كانت اول مره اعرفها، انه انتوا كمان من نويبع تقدروا تطلعوا، هي تقريبا نفس المسافه بس يعني من دهب ما تعرفوش تروحوا الا يا بجمل يا باللانش. لكن من نويبع بعربيات عادي جدا ليها طريق يوصلكوا لهناك. فاللي في نويبع مش شرط مثلا يروح دهب علشان يروح يركب، لا 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 خالص. من نويبع هيحجز رحله ابو جالوم البلو لاجون وفي عربيه هتاخده ويروحها، وطبعا دي رحله ما تتفوتش الحقيقه يعني. فدي برضو لطيفه جدا. في ناس كتيره مش هتركب جمل، في ناس كتيره برضو مش هتعرف تركب اللانش اللي هو ضد التيار لانه فعلا متعب ومش اي حد هيتحمله. بس كده وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وما كنتش طولت عليكم وتكونوا استفدتوا منه. وانتظروا الفيديو اللي جاي من ارض الجمال والخيال بجد 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 طابة. ان شاء الله هيعجبكم جدا، فانتظروه واشوفكم الفيديو الجاي والسلام عليكم.